انا طبعا بفديها بحياتي. بفديها بحياتي. بس للاسف احنا بزمن ايه؟ اخواتي كيفكم؟ شو الاخبار؟ جيتكم فيديو جديد بردة فعل جديدة. اليوم جايب الشاب صاحبي مرحبا مرحبا عدي من ادلب من حارة الشمالية. مجهز لك 4 فيديوهات، هيك تعطيني رأيك فيهم. تمام؟ قبل ما نفوت بالفيديو اعطونا رأيكم بالفيديو بتعليق، ولا تنسوا باشتراك القناة ولايك حلو مثلكم، وان شاء الله شوي شوي فيكم نكبر. شماله والله مقدم حلوة. روح. خلينا نشوف الفيديوهات مع بعض. Let's go move. هلا راح اعطيك فيديو بدك تقول لي بشو بيذكرك. تمام؟ القعدة قاعدين انا وخالتي ام فيصل وامي على البلكونه. طلع شو بعرفني، كل اللي بيطلقوا بيقولوا ما تفهمنا، بس هو طلق لانه ريحته طالعه عم تخرج صوت باطل. لا بقتلها الله وكيلك يا ام فيصل، ولا بتحط نقطه عطر يعني. شو ذكرك هذا؟ ما بجوز يصير مشاكل عائلية. ليه بشكل عائلي؟ لا خلص احكي. مرة كان الحجة امي الله يطولنا بعمرها الحجة مش الحجة. الحج انا بالنسبة لي الحج انت قلت لهم بالبداية انه من حارة شمالي. خلص من حالة شوي شيء ثاني. تفضل. مرة كانت الحجة والله يطول بعمرها امين يا رب. وكان في شخص ثاني ما راح اذكر اسماء، فكانوا قاعدين على هالمبدأ هاد. انا كنت قاعد في الجنينة، هم كانوا قاعدين بالشباك، قاعدين في الأوضة الشباك بيطلع على الجنينة. فأنا قاعد تحت عم ألعب، كان عندي صواص وهيك شيء دجاج. صواص. فسمعته كانوا عم يحكوا على القصص هاي، عم يحكوا على مجموعة من الناس. فمجموعة من الناس أنا كنت روح لعندهم، ابنه كان نروح أنا وابنه على المدرسة. فلما رحت لعندهم قلت لهم إنه هيك صار، خبرته في القصة. هلا جبنا كنت قتلي ولا بوقتها؟ محترمة الصراحة الأمانة لله. خلينا نكمل الفيديو. يعني وخمي على الاخر ستي ما بدنا نحكي على حدا، ما بدنا نحكي على حدا ابدا. عدينا شو عم تسوي؟ عدينا صور فيديو للذكرى امي. قلت له ما رحت فسدت له ما انا نحكي لهذا. عدينا اعطينا هذا الفيديو من ايدك لا يوقع بايد حدا. ليش امي؟ اعطينا هذا الفيديو من هاي راح اعطيك فيديو واعطيني رايك في هالشاب. شاب هيك يعني شاب. هات لنشوف. ما شاء الله كل الناس خير وبركة. لا من المصلحة انت اللي ليا وهو عمل لي. بتعرف انا لما هلا من شوي كنت عم بطبخ صار ساعة عم دور على المساحة تاعت الخرق اللي امسح فيها البلاطة، طلع لابسها هو. هلا هو شو شعوره يعني لابس هذا البنطلون؟ شو الشعور؟ لا عن جد انه انا مرة كمان صارت معي قصة. القصة؟ اول ما نزلت الموضة تاعت البنطلون المشقشق تمام. هلا كلنا بنلبس هيك بنطلون مشقشق مثل هلا راح يطلع قدام على انه انا ما قصدي انه مشقشق من هو هون شايفته او شيء. انا كان عندي شق في البنطلون، شق صغير، وكان له سحاب من تحت، مشتري جديد يعني. فأمي شافته فكت السحاب الاثنين وشقته وكبته. فأنا براحت أيام يومين 3 عم دور على البنطلون تلا أمي. كان عندي بنطلون هيك قالت لي شفته مشقوف، ففكت السحاب بيلزم وشقيته وسويته مساحة. اقسم بالله العظيم، هي اقسم بالله العظيم. هالجزء امي رح تشوف هذا الفيديو على اكيد. بال 2018 نزلت على قد تتذكر انت؟ كمان كان عندي نفس هذا البنطلون والله هيك له سحاب بس متجنب. انا رحت كنت برات البيت وجيت لقيت امي شيل السحابات ومخيطته. قلت لها مين عامل هيك بالبنطلون؟ قالت لي لازمني السحاب. شلته. اقسم بالله صار منظر البنطلون بدي اجيبه اجدير صار لبس على الخرق بس فقط. يعني دائما النسوان بشكل متطابق مع عقلهم، العقل متطابق يعني. هعطيك فيديو الثالث. راح اعطيك فيديو الثالث اكيد يعني انت سامع فيه. مسح البنات. تربتين على انفي. بس ظابط معنا المضبوط لاني هاي حركات البنات مضبوط ولا لا؟ دائما بيحكوا من أنفهم. التحديات دايما. هاي مسح الشباب.
ولك ليش تكره انت عشان كلمتك؟ مالي حاسس بالطبع الفوقاني بس شعور حلو. طيب انت مين اكتر واحد مزحت معه وهلا بتتذكر المزحه؟ كتر ما المزحه ثقيله يعني. مرة كنت قاعد هي هان بتركيا؟ هون بتركيا ايه. هات لنشوف. فرفيقي كان متشطح وانا على التخت، فكنت قاعد عم دخن تاخذ سيجارة. طابين هول. ايه الطابين، فانا كنت بالطابق تحت وهو كان متشطح قدامي، فكنت عم اشرب سيجارة، فقمت بدي انفض السيجارة وما لقيت، اقسم بالله نفضت السيجارة بعينه، ومن وقتها انزعج مني واسمه محمد. السيجارة نفضتها بعينه. ايه نفضتها بعينه وانزعج مني وما بيحكي معي لفترة يعني، وعينه انحرقت هيك من هون، لان لما نزلت على الجفن هون رقيق حساسة جدا منطقة العين. هذا ما مزح، هذا يا الله هذا قتل. هذا اعتبر راحت عينه يعني. قلت له والله بمزح معك. هذا مزح. مزح. انا رح اعطيك فيديو الرابع بدي هيك توصف لي اياهم وصفه هيك كثير محترمه يعني، واعطيني رايك في هات بالفيديو. نشوف. اجاك ملك الموت واختار تموتي انت او شريك حياتك اللي هو زوجك، مين بتختاري؟ هو بيموت. زوجي. الله معه. لا زوجي وشريك حياتي اكيد مو انا. يموت هو وانا مالي. هو الزلمه هو الزلمه رح يموت. هي مالها هي. انا ايش دخل؟ هو للاسف يعني للاسف. هي قبل الرد هلا رح يجي رد الشباب، انت شو بترد؟ هلا كصراحة مع احترامي كثير للبنات كنسبة مئوية يعني بدك تقول بال90%، في منهم 10% منيحين وبيضحوا و90% بيختاروا نفسهم. هلا الزلمة لما بيحب بيكون قلبه بيحب من قلب كبير يعني، ومخلص ووفاء، وكمان ما فينا نقول الكل يعني، فيك تقوم بال75% من الشباب ولا الرجال بشكل عام لما بيحبوا بإخلاص ووفق، وعن جد انه قلب الشاب رقيق وحساس اكثر من البنت بالنسبه لإلي كثير. لا هلا انا معك في هذا الشيء يعني. هيدي اقسم بالله العظيم الشاب اذا حب والله يعني بيعبد للبنت، بيعبدها يعني. قديش البنت ما حبت، بس الشاب اذا حب يعني. قسما بالله انا بالنسبه لإلي نقطه ضعفي، شوف بنت عم تبكي، نقطه ضعفي هاي بس. اقسم بالله اقسم بالله. هلا اي بنت ما فيني اسيطر على حالي. اي بنت بالشارع اقسم بالله. خلينا نشوف رد الشباب هذا. انا بموت بدي اعيش حياتها. انا طبعا انا يعني عندي اياها بتسوى حياتي 100 مره. بموت يعني. شوف اللي عم بيردوا مالهم الشباب يعني، يقولوا هاو شباب سطع علينا جديد عم بيحكي هيك. عالم كبيره. انا طبعا ببديها بحياتي. بس للاسف احنا بزمن ايه؟ اخواتي هيك بكون وصلنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا بهالصديق الوفي. ضيف جديد. بضيف جديد على القناه، ان شاء الله هيك رح نصور مع بعض يعني. ان شاء الله هو ان شاء الله اذا بيرضى علينا بيصور معنا يعني. طبعا شيء والله بفتخر انا بهالشيء. ونحن طبعا رفقه من زمان، من اول ما جيت على تركيا هو كان اول صديق. بحكي لهم قصه اول ما تعرفنا بعض. بحكي لهم اياها بمقطع ثاني. ولا تنسى تتابعوني على حساب الانستغرام، هيدي حسابه الوعدي كمان تابعوا حسابه الانستغرام، وانتظرونا بفيديو جديد. فيكم نكبر. فيديو نكبر. فيكم. سلام.